عاملين ايه يا خداميني؟ كله تمام يا عم. يا ابو فتحه من تحت. كلنا هنا خدامينك يا مولاتي. اقول لك الواد اللي جنبك ده مش عايز يحول حاجه. شوف ده اقسم بالله مودي اللي جنبك ده لقيته عامل لي مفاجاه ومحول لي فلوس لما قال لي خش على التليجرام. شفت الحيوان اللي في النص؟ انزل انت كمان اعمل زيه. اعمل ياض. لا، هو انا مودي ده مختلف عن الناس اللي انت تعرفيها، صح ولا لا؟ لا مودي فعلا طلع مختلف بقى، وانا كنت بلم العرق. اقسم بالله انا زعلت منه دلوقتي من حاجه مع انه محول قبل كده. قال لي خشي، لقيته بعت لي سكرينه بالتحويل. يا حيوان. لا، هو مودي مختلف في كل حاجة ولا ايه الدنيا؟ مودي فيه كل حاجه حلوه. خلاص يا مودي، خلاص انا اتصالحت ورديت عليك. انا نازل، باي. قابلتي شمس طالعه تحت اهي. عاوزة حاجة؟ ماشي يا مودي، تسلم لي. هكلمك على التليجرام. ابعتيلي الرقم الواتساب، ادخلي ابعتيلي رقم الواتساب. ماشي يا مودي، ماشي يا مودي. هبعتلك، هروح ابعتلك. اهو اللي مش عارف بيقول لي روحي الصالون تاني. الراجل ده بقى قليل الادب وعايز يتهزق. الحمار ده مش عارف الاندر، بلاش اقول. يا وليد، يا قلبي، في الراجل اللي هو اسمه نبيل ده عمال يقول لي روحي عارف من نص ساعه دلوقتي عمال يكتب لي يقول لي روحي الصالون. سيبك من طب لما انا اقص شعري انت بقى ربي شعرك كده، عشان انت لسان شعرك ده ما ينفعش يكون على مره شبهك. لازم، ما ينفعش تبقى حالق، لازم تبقى عشان انت مره اصلا يا راجل يا مره. هي هتلاقيها بتاكله بس. يا ابو فتحه من تحت. لا فتحتين بقى. عنده، لا ما عنده فتحة، ده عنده 3 فتحات. احنا عندنا النسوان معروف عندها فتحتين وانت عندك 3. اريد قط شعرك. بص الراجل المستفز. طب روح قص انت الشعر اللي في المنطلون اللي انت فاهمه هو فين، ماشي؟ بدل ما اجيبك مع الخدامين فوق والبسك باروكه والبسك واحط لك روج. ده من شويه كان كاتب لي ان هو خدام بقى. كلنا هنا خدامينك يا مولاتي. ده انت راجل مره وحالتك متاخره، ماشي يا ابو 3 فتحات. عاملين ايه يا خداميني؟ كله تمام يا عم. على فكره بص انت سبحان الله، بختك الاسود، بختك الاسود يا كلب الزفت اللي في النص ده. ان كل الناس اللي بتيجي جنبك ناس بعتت لي قبل كده. اقسم بالله وليد ده ماشي بعت لي قبل كده 1000 جنيه. طب يا مولاتي، على فكرة يا مولاتي، أنا أول مرة أطلع معاكي. طب ما انت ما بعتش حاجه وما حولتش حاجه، هو الشتيمه والبهدله دي ببلاش؟ هو انا يا رب اعصابي اللي بتطلع دي ببلاش؟ انت مش انت عايز كلام كده وخلاص، مش عايز جلسه في الحقيقه، مش عايز تتبهدل وتتهان وتتشتم. يا مولاتي نفسي أبقى تحت. انت هتبوظ لي شغلي. انت عايز دلوقتي تبقى عايز تتشتم وتتهان، صح؟ ويتحط لك الخياره. مش هيتحط لك الخياره بس بقى يا مولاتي. عندي صناعي، شغل عالي، شغل يدفع له فلوس يا ابني. انا جايبه كرباج وجبت الصناعي، اعمل ايه تاني؟ أنا عايز أجرب الحاجات دي. ما انت يا وليد قلت لك اديني ميعاد عشان اعملها لك. لما أدفع يا مولاتي وآخد الشغل العالي. علي صوتك. بيقول لك أدفع وآخد الشغل العالي. اهو دفع نزل جرى هرب. اهو دفع يا حد دفع. انا الشغلانه دي بوظتوا الشغلانه خالص. عايزين تتشتموا وتتهزقوا وبلاش. زي واحد بيقول لي هزقيني واشتميني هدفع لك 50 جنيه وكمان يومين ربنا يكرمني ابعت لك ال50 التانيه. لا ده هيكمل عليهم ويجيب له علبة سجاير ولا حاجة. قلت له ده انا قاعده بجيب كيس الشيبس ب50 جنيه وانا قاعده كده على السرير بهزق وبشرب عصير مكان ما زوري بيوجعني ب100 جنيه. بشرب عصير ب100 جنيه وانا قاعده. يعني انا اصلا ال300 جنيه اللي باخدهم بهزقكوا بيها دي بصرفها عصير وانا قاعده وشيبسي. يعني ما بس سيبك منهم يا ملكة. يعني انا ما بستفادش حاجه لنفسي. انا ما بحوش على قفاكوا. الشغلانه باظت اقسم بالله، بوظتوها. اللي عايز يجي عندي يبقى بجد وعايز يدفع، غير كده وقسما بالله ما انا شاتمه ولا مهزقه واديني قاعده.
والصباج وجبت الصناعي، اعمل ايه تاني؟ انا عايز اجرب الحاجات دي. ما انت يا وليد قلت لك اديني ميعاد عشان اعملها لك. اوكي، هنتفق على ميعاد واجيلك. لازم اجيلك بجد. خلاص، ما انا قلت لك اهو. انت الحاجات موجوده والعده موجوده وكله موجود، بس انا مش عارفه هي الناس ماسكه في ايديها 300 جنيه ايه يا جماعه؟ 300 جنيه دول اقسم بالله بصرفهم وانا قاعده كده على السرير كده، بعت على عيله من دي تبقى اجيب لك شويه شيبسي وحاجه ساقعه وانا قاعده بزعق وبتهد في حالي. انت جبت الادوات دي امتى يا ملكه؟ الادوات دي لسه جايباها من اسبوع، حاجات ب 3000 جنيه لزوم الشغل، يعني بصرف وبكلف على الشغل. والحيوان بقول له حول 300 جنيه، انا نازل، انا هروح، انا هاجي ويستعبط. واحد تاني قبليه نفس القصه. بصي اصلي في من ده كتير، فانت ما تاخديش. عارف يا وليد، بص يا وليد، عارف اللي هو مودي اللي هو كان لسه فوق ده. مودي دوت انا ما قلتلوش حول، هو محول لي قبل كده الصراحه. ماشي، حول لي قبل كده وكلمته، ما كملتش حتى حاجه معاه، هو قال كفايه كلام كده. المهم ايه دلوقتي حصل تاتش ما بينه وما بينه، جه ورايا ولقيته محول لي فلوس عشان يصالح لي. ومودي دوت خدام برضو، بس بيفهم كده. زي ما انت بعت لي الفلوس منك من نفسك لما قلت لك لا ما تبعتش وما بعت. اهو اللي جنبك ده ما بعتش حاجه وداخل طالع في الجروب ومبرطح هناك. انت صحافه، ما فيش حد بيدفع حاجه، عايزين تتشتموا وتهزقوا ببلاش، وانا بصراحه ما فيش حل كده. واللي عايز جلسه بقى على الواقع يقول لي. علامة الاستفهام ده دافع برضه. انا عارفه مين هنا اللي دافع ومش مدافع، هو اللي نزل ده اللي مش دافع. سيبك يا ملك، اللي ما دفعش سيبك منه، اللي بيع على طول. مظبطوهم وجروب وعمالين يتعاركوا في الجروب هناك. شفت مش عارفه ايه بيشتم في مين. انت المفروض اصلا اللي يشتم في الجروب او يعمل حاجه تطلعيه من الجروب خالص. المفروض مش حد يتخانق ولا حد يشتم دور ما حضرتك موجوده في الجروب. لا انا اصلا ما كنتش انا كنت طول الليل امبارح قاعده على اللايف، ما كنتش فاضيه. لقيت لك عمال بيشتموا في بعض والصبح مش عارفه ايه، وقالوا الملكه وراح واحد غلط فيا كمان. عارف بقى ده مين؟ الواد اللي شتم في الجروب ده. اصلا الواد ده ما دفعش حاجه، تخلي على الخاص، بيقول لي نتكلم ومش نتكلم، وكتب قصيده من هنا للسنه الجايه. المهم ما ردتش عليه ان هو مش دافع اصلا حتى حاجه للجروب. قمت ما ردتش عليه، قام دخل نكش في مين شتم في اللي هناك، وراح قال لهم الملكه وماشيين عارفه مين، وشتم الدنيا كلها.